يا مساء الورد والفل والياسمين، تعالوا نعمل النهارده مع بعض مسقعة البتنجان باللحمة المفرومة. وصفة مشبعة جدا وجميلة تنفع للفطار. زهقنا بقى كل يوم أفكار للأكل، النهارده هنعمل الوصفة دي سهلة وبسيطة. البتنجان مع اللحمة مع صوص الطماطم طعمهم حلو جدا يا جماعة. لايك وشير ونسمي بالله وتعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا. سميت الله وجبت 2 كيلو من البتنجان. هات البتنجانية الخفيفة عشان ما تكونش مبزرة من جوه. بعد كده بقطع البتنجان حلقات، والحلقات تكون سميكة عشان لما نقلي البتنجان ما ينشفش. عايزين لما ناكل المسقعة كده ونغمسها بالعيش تكون فيها لحمة وتكون لذيذة. بعد ما قطعته حلقات، لو لقيتي الحلقات كبيرة اقسميها اتنين، وبعد كده بقشره. حابة تسيبيه بقشره مفيش مشكلة. بحط بقى البتنجان في المصفى، واحط عليه 3 4 معالق من الملح، واقلب البتنجان كويس جدا اشربه كده الملح. ونحط تحت المصفى ديت صينيه. نحط صينيه ليه؟ عشان البتنجان هينزل ميه. الميه ديت هي اللي هتخلي البتنجان واحنا بنقليه ما يشربش زيت. هنسيبه كده على جنب لمده نص ساعه. هتلاقيه نزل ميه زي ما حضرتك شايفه كده. ناخد بقى البتنجان نشطفه كويس جدا، بسيبه على الرخامة كده 10 دقايق يتصفى. وبعد كده بحط زيت على النار، ونحط زيت غزير عشان البتنجان ما يشربش معاكي زيت. خلي الزيت يكون غزير. بعد ما بياخد لون بقلبه كده على الجنبين عشان كله ياخد لون واحد. وبعد كده بصفيه من الزيت واطلعه على مناديل المطبخ. كريسبي وجميل جدا جدا من غير بقى دقيق ولا نشا ولا افتكاسات ولا حركات ولا حاجة. كده البتنجان بقى جاهز معانا كريسبي واخد لون ذهبي وجميل جدا، واهم حاجة مش شارب زيت. تعالوا بقى نعصج اللحمة. حطيت طاسة على النار، معلقتين سمنة ومعلقة زيت. وضربت نص كيلو من البصل كده في الكبة وبشوح البصل لحد ما يدبل. وبعد كده بنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة. بقلب اللحمة مع البصل وبحط البهار ملح وفلفل أسمر. وبغطي عليها بقى واسيبها تتعصج براحتها خالص، تنزل المية بتاعتها وتشربها. ولونها يتغير زي ما انت شايفة. انزل بنص كيلو من عصير الطماطم، معلقة من السكر عشان الحموضة. وغطيت عليها وسبتها تتصلصل. كده بعد ما اتصلصلت حطيت عليها حزمة من البقدونس غسلاها ومقطعاها، بس لقيتها ناشفة شوية فحطيت كوباية من المية. أنا عايزة اللحمة يكون فيها صوص كده لما أحطها على البتنجان. كنت عاملة صينية مكرونة بشاميل عشان الولاد ما بياكلوش المسقعة باللحمة المفرومة. تعالوا بقى نرص الصينية بتاعتنا. جبت الصينية حطيت الأول كده معلقتين كبار من اللحمة المفرومة. بعد كده بحط البتنجان وبحط طبقات بقى. طبقة لحمة، طبقة بتنجان، لحد ما اخلص الكمية اللي عندي. بعد كده بظبط الصينية واسيبها بس دقيقتين 3 كده عشان اللحمة تنزل الصوص بتاعها على البتنجان. وبعد كده بدخلها الفرن في الرف الأوسط. تقعد نص ساعة وتطلع جاهزة معاكي خطيرة. بحط بس كده رشة بقدونس عشان أكسر اللون. وكنت عاملة جنبيها رز يا جماعة تحفة تحفة. على فكرة تتاكل بالعيش تتاكل بالرز زي ما انت حابة. انا كده عملت اللي عليا وقلت لك ازاي تعملي مسقعه باللحمه المفرومه. لايك وشير وسبسكرايب.